في جزء كبير من اطباء الاسنان في الوطن العربي حلمهم انهم يهاجروا لدول غربيه زي كندا، استراليا، امريكا، بريطانيا وهكذا، وفي نفس الوقت عايزين لما يهاجروا يشتغلوا في مهنتهم كطب اسنان عشان ما يحسوش انهم ضيعوا سنين عمرهم في التعليم على الفاضي، او هو اصلا حابب مهنه طب الاسنان وعاوز يكمل فيها شغل. وهنا تيجي المعضله، وهي انك عشان تشتغل كطبيب اسنان في الدوله اللي انت مهاجر ليها لازم تمتحن اختبار معادله عشان تعادل شهادتك في الدوله اللي انت فيها، ويبقى معترف بيك من خلالها كطبيب اسنان تقدر تزاول المهنه وقتها. وللاسف شهاده الخبره واجراءاتها وتجهيزاتها بتكون طويله وصعبه ومحتاجه فلوس. وهنا تيجي الفرصه لحل بديل، وهي انك تقدر تشتغل كدنتال ثيرابيست او دنتال هايجينست في الدوله دي، لان فرصتك بتكون قويه بسبب اصلا انك انت خريج طب اسنان، وكل المطلوب منك وقتها هي انك بتحضر شويه كورسات تدريبيه وتدخل اختبار يهيئك انك تشتغل كدنتال ثيرابيست او دنتال هايجينست حسب قوانين الدوله اللي انت فيها من حيث الرعايه الصحيه. ولكن بقى الميزه هنا ان الكورسات ديت واجراءاتها وتجهيزاتها بتكون اسهل وارخص واقصر في الوقت من المعادله، وهو اسمك جربت الدوله اللي انت عاوز تسافر ليها الاول. مش يمكن الدوله دي مش تعجبك كلايف ستايل فتقرر بعدها انك تسيبها وتشوف دوله تانية او تهاجر ترجع تاني لبلدك الام، ووقتها هيكون ندمك اقل مقارنه بالمعادله. كمان اغلب الدول الغربيه لما تهاجر ليها وانت معاك المعادله عشان يشغلوك شغل برايفت بعيد عن الحكومه لازم يكون معاك خبره في التعامل مع المرضى النيتف او المرضى الاصليين في الدوله دي، وده بيكون صعب انك تحققه خصوصا لو انت محضر للمعادله بتاعتك من بلدك الام. وفي نقطه كده على جنب محدش بياخد باله منها، وهي طبيبات الاسنان اللي مسافرين مع ازواجهم للدول الغربيه دي وعاوزه تشتغل في المهنه هناك، وعايزه بقى تفكها من حوار الاجراءات بتاعه المعادله وتجهيزاتها، فبيكون موضوع الدنتال ثيرابيست والدنتال هايجينست اسهل وافضل ليها من المعادله في الوقت ده. فخلينا نعرف ايه هو الدنتال ثيرابيست والدنتال هايجينست، وايه الفرق بينهم وبين طبيب الاسنان الدنتست، وما بين الدنتال نيرسز، وما بين الدنتال اسيستنتس من حيث بقى الصلاحيات والعمل والمرتبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دكتور ساموراي. معكم أحمد سيد خليل، وحلقة النهاردة بإذن الله هتكون ردا على تعليق جالنا هنا في القناة بخصوص إننا نتكلم عن الدنتال هايجينست، وبالمرة هنتكلم عن الدنتال ثيرابيست لأنهم هما الاثنين قريبين من بعض من حيث السلم الوظيفي والصلاحيات والمرتبات. خلينا الأول نعرف إيه هو الدنتال هايجينست والدنتال ثيرابيست. في اللغة العربية بيعرفوا باختصاصي صحة الأسنان. طبيب الأسنان لما بيجي يتخصص اسمه اختصاصي طب أسنان، سواء بقى تقويم أو علاج جذور أو هكذا. اختصاصي صحة الأسنان ده بيكون مرخص ومسجل لدى جمعية طب الأسنان أو الهيئة التنظيمية داخل الدولة اللي هيمارس فيها، ولازم يكون حاصل على درجة بكالوريوس أو زمالة من كلية أو جامعة معتمدة في صحة الأسنان، واللي بيسموها الفاكولتي اوف دنتال ثيرابي او الفاكولتي اوف دنتال هايجين، او بيكون حاصل على برنامج تدريبي من داخل كلية طب الأسنان، واللي بيسموه وقتها بروجرام اوف دنتال ثيرابي أو بروجرام اوف دنتال هايجين. وسواء بقى أنت هتاخد البرنامج أو هتدخل الكلية فالمحصلة واحد في الآخر تقريبا. حتى كمان في نظام الدراسة ما فيهوش اختلاف، تقريبا واحد، وبيكون عبارة عن 2 أو 3 سنوات. والكلام ده بيطبق على الأشخاص اللي ساكنين جوه الدولة اللي هم الأصليين النيتيف أو اللي معاهم الجنسية بتاعت الدولة دي. وبتكون الدولة إما فيها كلية دنتال ثيرابي أو كلية دنتال هايجين، أو ما بيكونش فيها حاجة اسمها كلية دي، وبيكون عبارة عن برنامج مخصص على جنب كده من كلية طب الأسنان للي عاوز يدخله عشان يخلص في السريع. أما أطباء الأسنان المهاجرين، سواء أطباء الأسنان العرب أو أطباء الأسنان جنوب شرق آسيا، لما بيهاجروا معظم الدول مش بتطلب منهم الكلام ده كله، لانهم اصلا بيسافروا وهم عارفين انهم اطباء اسنان وانهم افضل من الدنتال ثيرابيست والدنتال هايجينست اللي عندهم بسبب انهم اصلا واخدين ودارسين اكتر منهم. فوقتها الدوله بتخليك تاخد برنامج تدريبي تاهيلي في السريع كده. طيب ليه هم اخترعوا فكره الدنتال ثيرابيست او الدنتال هايجينست؟ بص يا سيدي، نظام الدراسه في طب الاسنان في اغلب الدول الغربيه بيكون معقد وطويل. هديك مثال على امريكا مثلا. نظام دراسه طب الاسنان هناك
8 سنين، وبالتالي بيكون عندهم عجز في الخريجين من اطباء الاسنان. فاخترعوا نظام الدنتال ثيرابيست والدنتال هايجينست عشان يسرعوا من تخريج دفعات يقدروا يساعدوا اطباء الاسنان في الرعايه الصحيه الكامله للمرضى، عن طريق ان يكون مهمتهم الرئيسيه هي التركيز على تقييم الحالات واعطاء طرق وقائيه وتوعويه لامراض الفم والاسنان، عشان يوفروا وقت ومجهود افضل لاطباء الاسنان للمستويات الاعلى من كده. كمان طبيب الاسنان لما بيجي يتخرج عندهم هو بيحلم انه في اسرع وقت ممكن يكون متخصص سبيشاليست، مش هيدنوا GP عندهم، لان مرتبات السبيشاليست اعلى، فبالتالي حلقه الوصل بتاعه الGP عندهم بتكون ضعيفه، لان الاعداد فيها بتدنها قليله. هو مش هيقعد 8 سنين وبعد كده هيطلع يقضي حياته كلها GP، لا، هو في اسرع وقت ممكن عاوز يبقى سبيشاليست عشان ياخد فلوس اعلى. فهم هناك بيميلوا كلهم للتخصص، لان التخصص بيكون فيه تميز. وعلى فكره الدنتال ثيرابيست والدنتال هايجينست مش يعتبر دنتال نيرسز ولا دنتال اسيستنت، لا، دول حاجه مختلفه عنهم شويه. يقدر كمان يشتغل بشكل مستقل ويفتح حياته الخاصه، ويقدر كمان انه يشتغل في الحكومه، ويقدر كمان يشتغل في المراكز البرايفت مع اطباء اسنان عام او اطباء اسنان متخصصين. الدنتال اسيستنت والدنتال نيرسز يعتبروا في رتبه اقل، بعد كده الرتبه اللي فوقهم على طول الدنتال هايجينست والدنتال ثيرابيست، بعد كده الدنتست الGP، بعد كده السبيشاليست. فطبيب الاسنان مثلا بيكون متخرج من كليه طب اسنان كGP، ثم يقدر بعد كده يتدرج في السلم الوظيفي وياخد ماستر او زماله ويبدا يكون متخصص. اما الدنتال ثيرابيست والدنتال هايجينست ما ينفعش يتخصص التخصصات دي، ولو عاوز يتخصصها لازم الاول يدخل كليه طب اسنان. تاني حاجه، طبيب الاسنان لما بيتخرج كGP بيكون عنده صلاحيات اكتر وافضل في وضع خطه علاج عن الدنتال ثيرابيست والدنتال هايجينست. والدنتال هايجينست والدنتال ثيرابيست ما هم الا مساعدين ليه في الخطه دي. ثالث حاجه وهي المرتبات. هناخد برضو امريكا على سبيل المثال. عندك الهايجينست والثيرابيست في امريكا بياخد مرتب شهري من $6000 ل $6500. اما طبيب الاسنان بيبدا من $8000 وبيعلى في المرتب ده على حسب 3 حاجات: سنه، تخصصه، وخبرته في التخصص ده. وخلي بالك في دول عندهم النوعين اللي هو الدنتال هايجينست والدنتال ثيرابيست، وفي دول عندهم نوع واحد فقط، اما كدنتال ثيرابيست او كدنتال هايجينست بس. تمام. خلينا بقى نسال السؤال المهم، وهو الدنتال ثيرابيست او الدنتال هايجينست ايه هي صلاحياته ويقدر يعمل ايه في العياده بالظبط، او هو اصلا بيكون متدرب على ايه في خلال البروجرام او الكليه اللي هو خدها، وهل الدنتال هايجينست والدنتال ثيرابيست دي ممكن تفيدني بعد كده لو انا عاوز اشتغل كطبيب اسنان في الدول الغربيه. اولا خلينا نتكلم عن الدنتال هايجينست، وهو بيقوم ب9 مهام رئيسيه، ممكن يقوم بيهم كلهم او يقوم ببعض منهم والباقي يخليه الدنتال اسيستنت يقوم بيه او الدنتال نيرس. ايه هي المهام دي؟ اول مهمه عندك وهي تقييم الحاله، بمعنى يسمع الحاله وشكوتها، يبص على الحاله بعد الشكوى ويكتب اللي هو شايفه من خلال الفيس ومن خلال الماوث ومن خلال الهيد والنك، ياخد ميديكال ودنتال هيستوري، يقيس الضغط ودرجه الحراره والنبض ونسبة الأكسجين وخصوصا بعد كورونا. تاني مهم يقدر ياخد أشعة للحالة زي البريبيكال وممكن كمان البانوراما. تالت مهم يقدر يدي أنستيزيا. رابع مهم يعمل سكيلينج وبولشنج وممكن كمان بليتشنج. خامس مهم يحط بريفنتيف ماتيريال زي البيت اند فيشر سيلان وكمان زي الفلورايدز. 6 يعمل مانجمنت للحاله ويعلمها ازاي تحافظ على اسنانها وايه هي افضل طرق لغسيل الاسنان سواء بالفرشه والمعجون او بالمضمضه وهكذا، وكمان ايه هي افضل الاكلات الصحيه للثه والاسنان وايه هي الاكلات والمشروبات الضاره. يقدر ياخد امبريشن للحاله. تامن مهمه يقدر يشتغل في منظمات الصحة الإحصائية عن طريق إنه يقدر يعمل دوكيومنتيشن فايلز، وكمان يقدر بعد كده يعمل لها ريفير لطبيب أسنان متخصص. تاسع مهمة وهو إنه يقدر يشتغل في العيادات كإداري، من حيث يقدر يشرف على العيادة في الانفكشن كنترول أو التمريض أو يتابع سجلات الحالات وهكذا. أما الدنتال ثيرابيست فهو يعتبر أعلى سيكة من الدنتال هايجينست، خصوصا لو الدولة فيها النوعين الدنتال هايجينست والدنتال ثيرابيست. والدنتال ثيرابيست يقدر يقوم بكل الادوار اللي بيقوم بيها الدنتال هايجينست، بالاضافة كمان الى بعض المهام زي يقدر يشتغل اوبرتيف سمبل كلاس 1 كلاس 2. اما الحالات مثلا الادفانسد زي الديب مارجن اليفيشن لا، وقتها لازم يحولها لمتخصص. كمان الدنتال ثيرابيست يقدر يشتغل للاطفال اكستراكشن، كراون، فيلينج، بالب ثيرابي وهكذا. ممكن لو جات له حاله امرجنسي يحاول الاول يهندل الحاله وبعد كده يعمل لها ريفير. يعني مثلا لو جات له حاله اندو امرجنسي وفي بين في سنه من الاسنان، يقدر الاول يفتح اكسس كافيتي ويعمل بالب اكسسربيشن وبعد كده يحولها
لطبيب متخصص. ممكن يشتغل اندو للانتيريور توث والبريمولر، خصوصا لو التايبس بتاعه الكنال بسيطه ومش معقده، وخصوصا لو انت اصلا طبيب اسنان وشغال عندهم ثيرابيست. طيب يا سيدي، دلوقتي انا هستفاد ايه من موضوع ان انا اشتغل عندهم دنتال ثيرابيست او دنتال هايجينست؟ انا عارف ان في اطباء اسنان كتير في الوطن العربي بتستنكر موضوع انه يسافر يشتغل كدنتال ثيرابيست او دنتال هايجينست بعد ما كان في بلده طبيب اسنان له وضعه وقيمته. ولكن خلينا نبص لنص الكوبايه المليان، وهو انك عشان تسافر البلاد دي وتشتغل فيها بعد المعادله لازم يكون عندك خبره في التعامل مع المرضى الاصليين في الدوله اللي انت مسافر ليها، لانهم هم عندهم الحته دي مهمه جدا، اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز بينك وبين المرضى، عشان ما يكونش في اختلاف كبير بينك وبين طبيب الاسنان النيتف اللي عندهم. فده هتقدر تحققه لو انت اصلا سافرت الاول واشتغلت كثيرابيست او هايجينست، وبعد كده لو خدت المعادله وقعدت هناك هيجي يقولوا لك فين شهاده خبرتك او فين الخبره بتاعتك في التعامل مع المرضى عندنا، هتقول لهم والله انا كنت شغال قبل كده ثيرابيست او هايجينست وعارف اتعامل ازاي مع المرضى في البلد دي. وفي الاخر برضو الموضوع بيرجع لك من حيث بقى وجهة نظرك او راحتك النفسية للموضوع، وعلى حسب سنك برضه. يعني مثلا لو انت لسه حديث التخرج بيكون الموضوع عندك مرن اكتر من لو انت عندك 30 سنة او فوق الثلاثينات. نيجي بقى لاهم نقطة في الحلقة، وهي مين هي الدول اللي فيها الموضوع ده مشهور جدا وبيهتموا بموضوع الدنتال ثيرابيست والدنتال هايجينست. بص يا سيدي، انت عندك 5 دول رئيسيين في الموضوع ده بالذات، وهم بالترتيب كده: استراليا، كندا، امريكا، نيوزيلندا، وممكن نقول معاهم بريطانيا. دول زي استراليا وكندا وامريكا ونيوزيلندا باب الهجرة فيهم مفتوح، يعني انت ممكن تسافر الدولة ديت عن طريق فيزة هجرة او تقدر تسافر عن طريق اي فيز تانية، فالموضوع بيكون اسهل شوية من دول تانية زي دول اليوكي، بريطانيا مثلا. بريطانيا مفيش حاجة اسمها باب هجرة، انت لازم تسافر عن طريق فيزا تانية خالص، اما فيزا زواج، فيزا عمل، فيزا سياحة، فيزا دراسة، او فيزا بزنس. فدول زي اليوكي لو انت مسافر ماستر او مسافر سياحة او مسافرة مع زوجك او انت مسافر مع زوجتك اللي هي اصلا بريطانية مثلا، وقتها بتبدأ تدور على شغل هناك. والدول التانية اللي هي زي امريكا وكندا واستراليا لما بتهاجر بتقدر ساعتها تدور على ثيرابيست او هايجينست هناك، وتقدر تهيئ نفسك وتحضر نفسك للكورسات من هناك. دول كمان زي المانيا الموضوع بيكون متاح فيها هناك، ولكن لازم يكون معاك لغة الماني ومستوى جيد كمان من اللغة الالمانية. وعشان كده احب انصحك بنصيحتين. اول نصيحة، قبل ما تسافر اصلا او قبل ما تفكر تسافر اي دولة من الدول دي لازم يكون عندك اي كوميونيكيشن بينك وبين اي حد هناك، سواء هو في نفس المهنه طب الاسنان او بيشتغل ثيرابيست، او حد بيشتغل بره طب الاسنان يحاول يعرفك على حد هناك في طب الاسنان، بحيث انك تفهم نظام الدوله دي هناك ازاي، من حيث بقى المعادلات، من حيث الشهادات، من حيث الكورسات، من حيث اللايف ستايل عموما، لان ده كله هيفرق معاك قبل ما تسافر وتتصدم هناك. تاني نصيحه، وهو في جروبات على الفيسبوك تقدر تفيدك في الموضوع ده، على راسهم الدنتست سكيب بلان. ده جروب هتلاقي عليه دكاتره كتير مهاجرين للدول الغربيه اللي فيهم شغال هناك ثيرابيست او هايجينست او طبيب اسنان، كمان يقدروا يفيدوك في موضوع المعادلات والزمالات والماستر وهكذا. وقبل ما اختم الحلقه حابب اوضح ليك نقطه، وهو انك عشان تشتغل هناك ثيرابيست او هايجينست لازم يتحقق فيك شرطين مهمين جدا، وهو الشرط الاولاني يكون معاك شهاده خبره انك اشتغلت قبل كده دنتال ثيرابيست او دنتال هايجينست او حتى دنتال نيرس، وهقول لك ازاي دلوقتي. تاني شرط وهو ان يكون في خصائص معينه موجوده في السي في بتاعك واللي هيختبروك فيها. خلينا الاول نتكلم عن شهاده الخبره او خبره العمل اللي هي الورك اكسبيرينس. انت دلوقتي سافرت وعاوز دلوقتي تحصل على مكان في الدوره التدريبيه اللي تهيئك عشان تشتغل هايجينست او ثيرابيست. وقتها قبل ما تقدم على الدوره دي هيقول لك تمام انا ما عنديش مشكله، هات لي شهاده خبره انك اشتغلت قبل كده ثيرابيست او هايجينست او دنتال نيرس، ودي بتتحقق عن طريق اما يكون معاك شهاده الامتياز اللي انت خدتها في دولتك وبتكون مترجمه بلغه الدوله اللي انت مسافر ليها، او بتروح لعياده محليه في الدوله اللي انت مهاجر ليها وبتقول لهم شغلوني معاكم دنتال ثيرابيست او دنتال هايجينست ودنتال نيرس، وبتوريهم شهادتك في طب الاسنان وكده عشان تثبت لهم انك اصلا طبيب اسنان وعندك خلفيه. ايه الفكره من موضوع ان يكون عندك ورك اكسبيرينس في البلد دي؟ الفكره كلها يا سيدي عشان تبقى مهيئ انك تاخد الكورس التدريبي ده، هم عاوزين اثبات منك على انك عندك الاهتمام بمساعده الناس وعندك تقبل للمهنه وعندك القدره والوعي الكافي للاستمرار فيها. تاني شرط عشان تشتغل ثيرابيست او هايجينست هناك هي الخصائص اللي المفروض تكون موجوده فيك واللي تكون موجوده في السي في بتاعك. والسكيلز دي او الخصائص دي بتنقسم الى نوعين: هارد سكيلز وسوفت سكيلز. الهارد سكيلز احنا لسه قايلينهم، اللي هو انك تعرف تعمل سكيلينج، تاخد امبريشن، تصور اشعه، تعمل تقييم للحاله، ده كله اسمه هارد سكيلز. اما السوفت سكيلز دول بيكونوا عباره عن 10 او 9 خصائص، منهم على سبيل المثال لازم يكون في جود كوميونيكيشن سكيلز بينك وبين المرضى، هيقيسوا
درجة الحوار بتاعك مع المرضى. تاني حاجة، تقدر تشتغل مع فريق العمل سواء الدنتست او النيرسز، وهيقيسوا ده برضه هيركزوا عليه. عندك قدرة للانتباه للتفاصيل، ولازم تبقى كاتب لهم كده في السي في attention to details. كمان عندك القدرة للتعامل مع برامج الكمبيوتر زي الوورد، الاكسل وهكذا، عشان تقدر تسجل حالات ديجيتال. رقم 5، يكون عندك الثقة في نفسك والتحفيز في نصح المرضى. رقم 6، تقدر تشتغل لفترات طويلة وانت مركز. رقم 7، وهو انك تكون مستمع جيد للمرضى وللتعليمات من حيث فريق العمل او الادارة. رقم 8، يكون عندك القدرة في حل المشكلات اللي هي البروبلم سولفينج. رقم 9، وهو انك تقدر تهدئ المرضى وتتعاطف معاهم، خصوصا لو هم جايين متعصبين او متوترين وهكذا. رقم 10، وهو انك تقدر تتعامل مع الادوات الحاده وما يكونش عندك رعاش، بحيث انهم هيبصوا على ده عشان ما تاذيش نفسك ولا تاذي المرضى ولا تاذي طاقم العمل اللي معاك. انا كده خلصت اللي عندي، ولكن عايز انبهك لحاجه، وهو حتى الان احنا دلوقتي في سنه 2021 ما ينفعش تسافر من بلدك الام للدوله الغربيه اللي انت عاوز تهاجر ليها مباشره كده من خلال انك تشتغل ثيرابيست او هايجينست. بمعنى ما فيش حد هيطلبك من دوله غربيه يقولك تعالى اشتغل ثيرابيست او هايجينست، لا، انت لازم الاول تسافر وتروح هناك باي طريقه بقى، فيزا هجره، سياحه، دراسه، اي حاجه، ومن هناك تبدا تحضر للكورس التدريبي، وفي نفس الوقت تبدا تدور على مكان انك تشتغل فيه كثيرابيست او هايجينست. بس كده يا جماعه، اتمنى الحلقه تعجبكم وتفيدكم ولو جزء بسيط. اكتبوا لنا في التعليقات تحبوا نتكلم عن ايه في طب الاسنان، ونشوفكم على خير باذن الله في حلقات جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.